السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. عندنا النهارده أخبار كتير ومواضيع كتير أوي هنتكلم فيها بسرعة، بسرعة يعني ما تخافوش، أنا فيديوهاتي كلها صغنونة وكتكوتة زيكم كده. بس عايزاكم تكملوا معايا الفيديو للآخر، في أخبار مهمة وفي مواضيع مهمة عايزين نتكلم فيها مع بعض ونناقشها ونقول رأينا فيها. أول حاجة طبعًا نتكلم عن منتخبنا، المعسكر منتظم جدًا، ما فيش أي مشاكل إن شاء الله في المعسكر، اللعيبة كلها مركّزين، كابتن حسام مركّز جدًا، أنتم عارفين كابتن حسام بيشدّد جدًا على المعسكرات، ما شاء الله عليه المعسكر منضبط ما فيهوش أي مشاكل، مش سامعين أي أخبار مش حلوة عن منتخبنا، اللعيبة كلها مركّزة، عاملين حساب جدًا لفرقة بنين، فرقة بنين برضه كمان عاملة لنا حساب جدًا، من حقها طبعًا لازم تعمل لنا حساب. على الورق إحنا أحسن، في الملعب إحنا أحسن، بالنتايج في الماتشات ال3 اللي إحنا لعبناهم إحنا أحسن، بالفكر واللعيبة كلّنا ما شاء الله اللعيبة كويسين جدًا وكلّهم أحسن، من حقهم طبعًا يخافوا ويحرّصوا، وإحنا برضه لازم يكون في شوية حذر، الأدوار الإقصائية بيبقى فيها طبعًا حاجات كده غريبة بتحصل، ما نتمناش أي حاجة وحشة تحصل إن شاء الله، لازم نحترم الفرقة، نحترمها مش لدرجة الخوف أو القلق، نلعب لعبنا ولازم نكون مركّزين جدًا ورايحين واخدين الموضوع بجد، وأنا شايفة إن اللعيبة كلّها واخدة الموضوع بجد، وأتمنى طبعًا ليهم التوفيق كلّهم. في أخبار برضه حلوة عن منتخبنا، اتحاد الكورة بيطالب إن يزوّد عدد التذاكر اللي هي مخصصة للجماهير المصرية، أتمنى ده طبعًا يحصل عليه موافقة، ولكن ما أتمناش إن الناس اللي تيجي من مصر يعني مش عايزة أزعّل حد منّي كلّهم على راسي طبعًا مش عايزة يعني الفكرة في إن إحنا عايزين مشجعين كورة. ناس اللي هي بتشجّع كورة، عارفة يعني إيه تشجيع، عارفة يعني إيه الفرقة دلوقتي لأ، هبطت كده ومستوى هبط، لأ إن إحنا ندّيهم حماس، نشجّعهم، عارفة يعني إيه ننادي على أسامي اللعيبة اللي هم مش مركّزين، نصحصحهم، نفوّقهم، يعني إن في ناس بتعرف تشجّع، في ناس جمهور كورة، لكن بقى هنودّي بقى الفنانين والممثلين والناس الجُمال دول، الناس الشيك الرقيقة دول اللي بيقعدوا يتفرّجوا، لأ هم على راسنا وناس جُمال. وطبعًا بنتشرّف بيهم في أي مكان، ولكن مش دول مشجعين الكورة، مع احترامي ليهم كلّهم، أتمنى إن لو حصل فعلًا وعدد التذاكر زاد، إن الناس اللي تسافر من مصر يكونوا مشجعين كورة، طلاب الجامعات برضه، شباب واعي ومتعلّم ومؤدّبين ومثقّفين، وكمان فاهمين كورة وعارفين يعني إيه يشجّعوا ويعني إيه ي يصحصحوا الفرقة، وفي نفس الوقت شباب جميل، يعني شباب الجامعة عندنا كلّهم محترمين وجُمال. الخبر التاني طبعًا وأخبار حلوة برضه عن المنتخب، كابتن محمد الشناوي اسمه اتطرح في التشكيلة المثالية لدوري المجموعات، كابتن النادي الأهلي. طبعًا في ال10 لعيبة المؤثرين مع منتخباتهم كان اسم كابتن محمد صلاح، حاجة جميلة طبعًا وحاجة تخلّينا نبقى مبسوطين وفرحانين، لكن فرحتنا الكبيرة برجوعكم بالكاس، دي أهم حاجة، دي أكتر حاجة هتفرحنا. طبعًا إحنا هناخد الموضوع خطوة، خطوة، نعدّي ماتش بنين وإن شاء الله نتكلم في اللي جاي. عندنا بقى أخبار عن النادي الأهلي، مستر تروب اقترح اسمين لعيبة في مركز الهجوم من أوروبا، اقترح لإن الناس متأخرة، فالراجل قال اقترح أسماء، أنا مش باحب طبعًا عندي عقدة من موضوع المدرب اللي بيقترح أسماء دوّة، ولكن في النهاية هم قيمتهم التسويقية عالية جدًا 7.000.000€ وواحد تاني 4.500.000€، أعتقد المبالغ يعني عالية جدًا، وأعتقد النادي الأهلي مش هيتفاوض مع حد فيهم بالمبالغ الكبيرة دي، إلا إذا حصل تفاوض بقى من مستر تروب أو حصل إن حد اتدخّل ويعني ساهم بحاجة. آمم مستر تروب متمسك بديانج جدًا، وطبعًا مش عايز إن هو يرحل في حالة عدم وجود بديل، وطبعًا البديل اللي إحنا كنا مستنيينه ما بقاش موجود دلوقتي، واللي الناس كلها كانت بتتكلم عليه، واللي عامل أزمة ما بين جمهور الأهلي، بصراحة ناس كتير متضايقة على الموضوع، عارفة إن الناس زعلانة لإن في صفقات كتير الناس اتكلمت عنها وما تمِّتش، وإن في مراكز مهمة جدًا محتاجة لعيبة، وما حصلش إن النادي الأهلي يتعاقد مع حد لحد دلوقتي، رغم إن الميركاتو خلاص بدأ والوقت قليل جدًا، الوقت قصير جدًا مش طويل علشان نقعد نماطل، آآ يعني شهر تقريبًا و5 أيام، فات منهم 5 أيام أهو، فالموضوع صعب جدًا والناس قلقانة ومن حقهم يقلقوا، ولكن ممكن يكون في حد في دماغهم، ممكن يكون في تفكير في لاعب تاني غير حامد حمدان، ما فيش مشكلة. مستر تروب قال في حالة عدم وجود بديل لديانج، فأنا متمسك بديانج. ديانج لحد دلوقتي ما وقعش،
لسه في تفاوض، الموضوع برضه متأخّر أوي، ديانج يعني لعيب كويس ما فيش مشكلة، لكن هو شايف نَفْسه شوية علينا، مش عارفة إيه المشكلة يعني معاه، ولكن الموضوع لحد دلوقتي ما تمِّش مع ديانج. نرجع بقى لموضوع آآ أستاذ ياسين منصور. طبعًا الموضوع ده قالب السوشيال ميديا دلوقتي والناس كلّها بتتكلّم، خلاف كبير ما بين ياسين منصور وكابتن الخطيب، ياسين منصور بيهدِّد بالاستقالة، ياسين منصور والناس كلّها عمّالة تتكلّم. في ناس تقول لك ما فيش دخان من غير نار، وفي ناس تانية تقول لأ ده إشاعات والناس عايزة تهِد في استقرار الإدارة، والإدارة لسه جديدة ولسه الناس الانتخابات خلصانة أول امبارح، الناس ما لحقتش حتى تتكلم في أي حاجة عشان يختلفوا. طيب الرأي اللي بيقول ما فيش دخان من غير نار، الناس دي بتتكلم على أساس إيه؟ بتتكلم على أساس وأنا برضه باوضّح وجهة نظرهم، مش مع أو ضد. يعني إن الصفقة بتاعة حامد حمدان اللي عاملة لغط كبير طبعًا في الكرة المصرية دلوقتي خصوصًا مع الأهلاوية، هي دي اللي فتحت الباب للإشاعات وللكلام وإن في خلافات وكذا. أنا واحدة من الناس اتكلمت قبل كده وقُلت أخشى ما أخشاه إن يكون فكر رجال الأعمال هو اللي مأثّر على تأخير الصفقات، لإن رجل الأعمال بيحسبها من المليم وبيحسب هيكسب إيه ويخسر إيه والكلام ده، فالموضوع ده ممكن يكون هو اللي بيأخّر الصفقات شوية. فالناس دي برضه واخدة الفكرة دي بتقول إن الخلاف بدأ من هنا، إن الناس دي عايزة تجيب اللاعب ده بس المبلغ لأ كبير، لأ نتفاوض، لأ نستنى، لأ نصبر لحد ما اللعيب مضى مع فريق تاني منافس. فممكن يكون ده اللي فتح الباب لإن في مشكلة وفي خلاف ما بينهم، لكن ما فيش خلاف، في اختلاف في وجهات النظر ممكن نتفق معاكم في حاجة زي كده، لكن خلاف ما أعتقدش إن في خلاف يوصل لدرجة الاستقالة وإن في مشاكل. وناس تانية تقول كابتن سيد فين دوره، كابتن سيد مهمش، لأ كابتن سيد لو هو شايف نفسه مهمش ومش بيقوم بدوره مش هيستمر. وناس تانية تقول لأ، ده بيضربوا في الإدارة. طب يا جماعة بُصّي، الإشاعات دي كلّها ما حدّش يتكلّم فيها غير لمّا يطلع كلام رسمي من النادي الأهلي. ما فيش حاجة اسمها استقالات ولا كلام، كل الإشاعات دي ما حدّش يبُص لها، لإن المواضيع دي بتيجي بسبب يعني ناس بتجتهد وتطلع تقول، وناس تانية بتصدّق وبتنشر الموضوع بس هي في مشكلة واحدة، إن دلوقتي في أخبار كتير بتطلع من النادي الأهلي الحقيقة، في أخبار كتير، النادي الأهلي بقى مخترق، صفقات وحاجات تانية وأفكار كتير وحاجات بتطلع من النادي الأهلي بتظهر في الإعلام كتير والموضوع زاد عن حدّه، دي حقيقة ما نقدرش ننكرها. عندنا خبر حلو برضه للكرة المصرية كلّها، مباراة الجزائر والكونغو بحكام مصريين صِرف، يعني المجموعة كلّها حكام مصريين، الطقم كلّه مصريين، نتمنى إن هم يشرّفونا ويبسطونا، ونتمنى إن هم يأدّوا أداء كويس ويشرّفوا الكرة المصرية زي ما منتخبنا كده مشرّف الكرة المصرية. طاقم التحكيم بقيادة كابتن معروف، المباراة اللي عملها قبل كده بصراحة كان كويس جدًا فيها، نتمنى برضه التوفيق ليهم، ونتمنى إن المستوى يفضل على كده وتشرّفونا في أفريقيا، وتكون برضه في مصر نفس المستوى الجميل ده. طوّلت عليكم شوية معلش، تصبحوا على ألف خير.